إيطاليا ضعيفة لا تمتلك أي قوة أو ثروة أو مصادر موروثة، وبدون اقتصاد يدعم كلمات المباهاة. شعر موسوليني بنفسه بأنه مؤسس الفاشية وبأنه أعلى مكانة من هتلر. في السنوات اللاحقة وعندما شاهد موسوليني النجاح الذي حققه هتلر، أجبر على عمل ما يقوله. سياسات العبث والغير هذه عملت على إضعاف استراتيجية الحلف الإيطالي الألماني. عام 35 احتلت إيطاليا الدولة الإفريقية الحبشة، والتي أصبحت إثيوبيا فيما بعد، والتي كانت الدولة الإفريقية الوحيدة المستقلة في ذلك الوقت. كان الملك هيلا سيلاسي يحكم البلاد حكما إقطاعيا. تقاتل البلدان في القرن التاسع عشر عندما هزمت إيطاليا من قبل جيش إفريقي أراد موسوليني الانتقام. كانت لدى الحبشة خطط توسعية إمبريالية تتعارض مع المصالح الإيطالية والتي تمركزت في مستعمرتها في الصومال. لماذا أرسل موسوليني قواته للقتال عندما أراد ذلك؟ لم يكن الأمر كما لو أن هذا الدكتاتور احتاج إلى حرب لإلهاء الشعب الإيطالي عن قضاياه الداخلية. كان موسوليني يحكم بقوة ويحظى بموافقة الشعب الإيطالي. لم تكن حربا، كانت إيطاليا تستطيع حمل أعبائها، ولم تكن الحبشة تستحق استعمارها لثرواتها. لم تكن الحبشة هدفا للمنافسة بين القوى الإمبريالية. أدرك العالم بأن هذه المملكة الإفريقية النائية كانت محط اهتمام إيطاليا. لم يكن هناك تفسير لذلك أبسط من غرور بينيتو موسوليني. وهكذا فإن غرور رجل واحد قرر مصير أمة. كيف خطى احتلال الحبشة البعيدة والتي لا يعرف عنها الأوروبيون سوى القليل خطوة في طريق الحرب؟ الإجابة هي في الدمار الذي تسببته مسألة الحبشة لعصبة الأمم. كانت الحبشة عضوا في عصبة الأمم، وطالب هيلا سيلاسي بالمساعدة. ناقشت عصبة الأمم القيام بعمل، وفرضت عقوبات اقتصادية محدودة، لكنها لم تكن عقوبات ذات تأثير تدميري في الثلاثينيات، حيث تمثلت في وقف إمدادات البترول. وقبل اتخاذ أي إجراء آخر، وجهت عصبة الأمم بانتهاء مهمة إيطاليا وانتصارها، وبإعلان موسوليني ملكا على إيطاليا وامبراطور الحبشة. كان هتلر يراقب هذه الأحداث، ومع أن ألمانيا لم تكن عضوا في عصبة الأمم، لكنها كانت تنظر إلى العقوبات المفروضة على إيطاليا بكل ريبة. راقب هتلر عدم مقدرة الأمم على القيام بأي عمل ضد العدوان، وقرر القيام بخطوته التالية: إعادة احتلال أراضي الراين. منعت معاهدة فرساي ألمانيا من وضع القوات مقابل الحدود الفرنسية، وفي 7 مارس عام 36 أمر هتلر جنوده بعبور نهر الراين، وكانت مقامرة. لو قررت فرنسا الدخول في حرب مع ألمانيا لما تمكنت ألمانيا من مقاومة أي احتلال، لأن قوتها لم تكتمل بعد. كانت مقامرة فاز بها هتلر. لم تكن فرنسا تنوي الدخول في حرب بمفردها. لم يكن الرأي العام البريطاني يؤيد العمل العسكري. لم يفكر البريطانيون في الاستسلام لشروط هتلر، بل رأوا بأن الألمان يستعيدون السيطرة على أراضيهم. إعادة احتلال أراضي الراين وصفت بأنها النهاية الحقيقية للحرب العالمية الأولى وما حدث بعدها. بعد ذلك توقفت ألمانيا عن تصحيح أخطاء معاهدة فرساي، وانتقلت إلى التوسعات العدوانية. من وجهة نظر الأجيال فيما بعد، يصعب إدراك الجديد في تكتيكات هتلر في السياسات الدولية للثلاثينيات. المشاعر العامة بعد الحرب العالمية الأولى كانت تؤيد نزع السلاح والسيطرة على الأسلحة. كان عالما يخفي فيه السياسيون أسلحتهم، ويقولون بأن لديهم القليل من المدافع والدبابات والطائرات. كانت الدول تخفي بناء السفن الضخمة. عام 34 وفي البرلمان البريطاني كان هناك نقاش حاد بين رئيس الوزراء بولدوين ووينستون تشرشل المستقل
حول حجم سلاح الجو الألماني. ادعى تشرشل بأن الألمان يمتلكون سلاحا جويا سريا أقوى بعدة مرات من سلاح الجو البريطاني. قلب هتلر العالم رأسا على عقب، وادعى امتلاكه قوة أكثر مما يمتلك حقا. وفي هذا العالم المليء بعقدة الارتياب والأسرار العسكرية لم يشك أحد أبدا بأن تبالغ دولة في قوتها. عام 36 اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا. عام 31 أصبحت إسبانيا الدويلة التقليدية جمهورية، وبدأت عملية التغيير والإصلاح. أصيبت إسبانيا المحافظة بالهلع